فيديو جديد يظهر فيه ترامب وهو يمازح الرئيس الشرع ويقدم له هدية بعد ما صار بينهم خبز وملح. وما زال الفلول والمحروقين والملدوعين يناقشون لماذا دخل الرئيس السوري من الباب الخلفي. على فكرة هو دخل من الباب الخلفي، موضوع استوقف البعض أو لا، مع العلم أن هذا الباب بروتوكوليا كما هو معروف في البيت الأبيض مخصص للاجتماعات الخاصة، ولكننا نحن كشعب سوري نرفض هذه الهدية، لأنه ما حدا أخذ رأي كرار وحيدر وكزومة يلي حاليا عندهم انتخابات برلمانية. وتخيلوا يا حزركون مين عم يشرف على هي الانتخابات. اي نعم، لا تنصدموا، السفير الإيراني بنفسه عم يعمل جولة على المراكز ليتأكد من سير العملية الديمقراطية. أما شو إيران؟ خوش دولة ديمقراطية. وبنفس الوقت انتشرت فيديوهات لعراقيين عم يشيلوا اللافتات وياخدوا الحديد كرمال يبيعوه ببلد هو الأغنى نفطيا في العالم. أما حبايبنا بإعلام السيسي نشروا فيديو سري يظهر فيه الشرع لإتمام عملية بيع الجولاني والشام وإدلب ولبنان وتركيا، حتى عم يقولوا إن الشرع باع تل أبيب. خلوكن مع الفيديو.